تبقى موجودة. يشي حديثك عن الجيش باستمرار وبما في حديثك الآن بعدم حسن الظن فيهم. أنا والله أريدك الآن أن تفسر كيف تقرأ دور الجيش في الثورة منذ البداية إلى الآن. شوف، أنا عايز كل مصري يطلع بقى من مسألة حسن الظن وسوء الظن والحب والبغض وما يصحش ويصح وما وراء الأحداث والخلفيات. لا خلاص بقى، احنا نتكلم بناء على النقاط المحددة. الاستقامة، هذا شعب وله الحق في بلده، وهو اللي حالة الضرورة سمح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يدير البلاد. هو الذي سمح أن القوات المسلحة قامت بانقلاب أبيض ضد الرئيس السابق، وكان من حقه حينئذ. لا ما تقوليش ضد الرئيس السابق. لا مفيش ضد. قامت بانقلاب أبيض ضد الرئيس السابق، وكان من حقه حينئذ. لا ما تقوليش ضد الرئيس السابق. لا مفيش ضد. هل ترى بأن تنحيه جاء على خلاف غرض المجلس العسكري؟ أنا هبتدي لأن أريدك أن تقرأ لي كما يمكن كيف تقرأ وجود المجلس العسكري منذ البداية في الثورة. شوف، أنا أولا ما أحبش لا أقدس واحد زيادة عما هو فيه ولا عايز أهاجم حد. المجلس العسكري لم يخطو ولا نص سنتيمتر واحد إلا نتيجة الاضطرار. مفيش ولا نص سنتي. هو يوم الخميس 10 فبراير قبل سقوط حسني مبارك بيوم، لو كان عمل اللي عمله يوم 11 يوم 10، إنما ده هو استنى لحد ما أصبح مفيش غير حل من اتنين. يا إما إنه يسقط النظام كله، يا إما إنه يسقط حسني مبارك ليبقى النظام. يا إما إنه يسقط النظام كله، يا إما إنه يسقط حسني مبارك ليبقى النظام. فهو اختار أن يسقط حسني مبارك ليبقى النظام. فهو اختار أن يسقط حسني مبارك ليبقى النظام. ولو أنه أراد الانحياز كان يقدر ينحاز قبلها. أراد أن يسقط حسني مبارك ليبقى النظام. لأن هو بقى المسألة كده، إن الناس في الشوارع بقت بتسيل سيلان الماء في الطرقات. يعني يوم 11 فبراير كل الناس عارفين، الناس بقت بتسيل إلى القصر الجمهوري وإلى هنا وإلى هنا وإلى هنا. لو استنيت عليهم ساعة ما تعرفش هيحصل إيه. إذا كان لديهم من البداية غرض في بقاء النظام. فلم يكن هناك اختيار آخر. كان لديهم من البداية غرض في بقاء النظام. الإجابة اللي أنا قلتها اللي هي لم يكن هناك اختيار آخر. يعني لم يكن عنده اختيار آخر. هو اشتغل شغل المضطر ولم يكن مختارا. فبالتالي حينئذ، ومع الأسف أنه لما حصل هذا الكلام كانت النتيجة أن الناس انصرفت من الميدان. وليس سرا أن أنا الوحيد في هذا اليوم اللي دخلت نقاش كبير مع كل من تسمع عنهم من الرموز اللي كانوا موجودين في ميدان في الاجتماع حوالين هذا الكلام. مع الأسف وكان رأيي من الانصراف. إزاي؟ مش قادر أصدقه. إنما حصل أنهم اللي حصل انصراف. وبالتالي يوم 11 فبراير يوم سقوط حسني مبارك. خلاصة الموضوع، يعني كنت شايف انك لا تنصرف حتى بعد تنحي. طبعا صارف، هو لسه حاجة حصلت. خلاصة الموضوع، كنت شايف انك لا تنصرف حتى بعد تنحي. طبعا صارف، هو لسه حاجة حصلت.